اسمع بالحدائق المعلقة. اليوم باش نشوف الفريز او الفراولة المعلق. انا اليوم في وشتات، واللي يقولوا وشتات يقولوا حاجتين، كريمة والفريز. والفريز اللي موجود في وشتات وين انا موجود اليوم في ثانية طبيعي غير معالج بالمواد الكيميائية. هاك باش نشوفوا الفريز شنو عملنا بيه في الثانية هذه. ملا وشتاتة وملا خضار، اللهم صلي على النبي. انا اليوم بقلب وشتات. حاب نشكرك برشا مدام وسيل اللي ضيفتني هنا بحذاك، راحت بيا وفرحت برشا. الطبيعه اللي لقيتها موجوده هنا على طبيعه الواد قدامنا ميم با 5 متر. الفريز طبيعي وزدت فرحتني على الاخر. اكتشفت المذاق انه فريز يتداوى بمواد طبيعيه، معناها غير قابل للادويه والاسمده الكيميائيه. احكي لي الجو. شوف اسمعني، شوف احنا نصوروا، شوف ربك سبحان الله، صلي على النبي، ربي يعطي خيره محلاها. واحنا داخلين على الصيف والمطر تصب، والفريز على اليمين وعلى اليسار، والنباتات في كل شيره، القارص، البنير. حسيلو ملا انت مدام وسيله ومراه كيفك مكافحه
عامله ثانيه بيبينير فريز طبيعي. احكي لي زيني، انا ما حكيت، خلينا نقشر لك عظيمه احكي لي. يعيشك وليدي، مرحبا بكم، مرحبا بكم في بلادنا، في وجداتها العزيزه، وجداتها اللي الناس ما تعرفهاش، ما تعرفش الجمال الموجود فيها. فيها الغابه، فيها الوديان، فيها الغلال بانواعها. زوز غلال انتم معروفين بهم راهو. والله فما اكثر زاد. الفريز من حسن حظي اني باش نذوق وذقت، والكريمه انت ان شاء الله تذوقها الكريمه زاد. والله هو ذقتها، اما انا ماذا بين ذوقها عندك انت. ايه ان شاء الله. احكي لي يعني. والله عندنا زاد البرتقان، العوينه، النزاز، في كل الفصول تلقى عندنا غله. انا اللي جيت هنا ثقة الجنة، اللهم صلي على النبي، عمري ما كنت نتصور وشتيته بالجمال هذا مدخل. خاطر الحقيقة نتعدى دو باساج. اما اليوم دخلت في كتاب المكتوب وجيت بحذاك، وين بحذانا وماء. وخليني نقول لك حاجة مهمة على الاخر ونحبك تجاوبني عليها. الفريز اللي ذوق فيه نكهة مميزة، تو ناكلوا في الفريز، اما فيه نكهة مميزة مقارنة ببعض الولايات. معناها ثم ابريغو الحقيقة مانيش مستانس بيه. جو نتاع فريز، شنو هي السر اللي في النكهة هذه الساعة؟ والله المال حلو. معناها خاطر انتم من الواد ديريكت. مانا حلو، حتى البيار اللي عندنا ماها حلو. معناها من الواد يعطي وهو الفريز غير معالج باش يعطي النكهة هذيك. والطبيعة زادة، نحنا في وجدات ما عندناش معامل، ما عندناش، عندنا هواء نقي غير ملوث. واضح، هذا واضح. واني خلينا الشتاء تصب. اشبع بالهواء. لا ننظف خليها الشتاء تصب واحنا مستحلين وقاعدين. لي الساعة المشروع هذا بالنسبة لي أنا نموذجي، بركلة في العمر هذايا وتختم أنت وأختك وتكافح، ومعناها صنديدة تسمع بها، معناها بالحق نسمع بها اللي نريد. صح سالي جبت أختي، على خاطر هو المشروع مشترك، مجهود مشترك، مش مجهودي وحدي، نجم تقول مجهود عائلة، معناها هو مشروع عائلي. كلنا نخدموا، كلنا نكملوا بعضنا. الحمد لله، هي تجيب فكره وانا نجيب فكره. والتنفيذ ننفذوه مع بعضنا. يمكن انا عندي اكثر درايه، مش اكثر درايه، لا اكثر مغامره. اي هي تخاف لا نخسر، انا نقول برا خسرت ربحت عادي، معناها عندي المهم اني نعمل حاجه وننجحها. انا عندي حاجه اخرى، هو البيبينير اللهم صل على النبي، اللي يحب اي شجره يلقاها في البيبينير ومصلي على النبي بمواد طبيعيه. الفلفل، وقت الصيف، الطماطم، الزيتون، توا وقت الفريز اللهم صل على النبي، يمينا وشمالا كله فريز. معناها اللي يحب يخلط ياخذ فريز طبيعي. انا ما نحبش نذكرها الكلمه على خاطر ما عنديش شهاده، ما عنديش سيرتيفيكا نتاع زراعات بيولوجيه، على خاطر فما برشا شروط ما توفرش فيا، كيما المساحه، كيما انه جيرانك لازم البلاد الكل تكون ما تداويش. ما تداويش. اما شهادتي هي الشهاده اللي نعتز بها، هي ثقه الناس. انا من الناس صدقوني وجربوا وخذاو وعاودوا رجعوا لي. انا وقتاش نفرح في واحد يجيني ويعاود يرجع لي ونقول هو معناه اقتنع بالمنتوج اللي عندي. أنا الحاجة الوحيدة اللي فركس عليها، وإن شاء الله نخلط له إن شاء الله يا رب، أنه نتحسن على شكلة أصلية، شكلة تونسية، شكلة معناها تقاوم، ريت شكلتنا تاع بلادنا، تقاوم طقسنا وتقاوم المناخ اللي موجود اللي نعيشوا فيه. أنا نعرف الحدائق المعلقة، أما أول مرة فريز معلق أول مرة ريتها، معناها انبهرت. فريز معلق، احكي لي على علاش الزراعات هذه في بيوت مكيفة، معناها حاجة خارقة للعادة، وذاك حلم بالنسبة لي أني نوصل نهار ونعمل بيت مكيفة كما اللي شفتها. من خلال التصويرة هذيك حبيت نعمل فكرتي، حاولت نجرب، استعملت مواد طبيعية بريز، كما القصب، كما الحطب، كما استعملت شوية حديد خاطر فيه شوية رزن، هي باش ما تطيحليش.
وبدات الحكايه هكاك. تعرف تحديت برشا مراحل، انه انت تجيب لك صب من بلاصه اخرى. اي صحيح، لا باين وتصف اي وتربط ومراه واحد يقعد مراه مش راجل اي معناها، فهمت؟ اي واللي ريتو انا توا اي سمعت حسب ما حكيت لي بكري، قلت لي راهو الفريز راهو كيما البشر اي يلزمو يشرب ماء ويديجاجيه. ويديجاجي. دونك هاي انت لقيت هاي الفكره انك هاي علقت الفريز هاي باش هكا ياخذ الماء اللي حاجته هاي به والباقي يخرج على روحه. وانت بارونتيز الفكره هذه مقتصده في الماء. اي واضح. هاي مقتصده معناها ما ياخذ يضيعش شنو، برشا ماء. ياخذ شنو شبع سي بون، تفيق بيه ديجا اللي يفيق هو بيا. شبع. هاي الفكره. ملق عايد. مرحبا بك خويا. وربي يفضلك وربي يشد لك في صح. امين يا رب. وان شاء الله كيفك انت، مش امراه، رجال كيفك انت يخدموا البلاد هذايا عايشك بالحق، خاطر في عمرك كيما هكاكا مراه ب 20 راجل انا نشوف معناها شفت بعيني معناها الحقيقه. والله شوف نقول لك، هو العمر راهو بالنسبه لي ماهوش ما يعطلنيش، بالعكس انا خاطر يمكن خاطرني نعيش في هالجو هذايا. تحس يمكن في داخلي مش عمري من الداخل انا هذايا، فهمت؟ دونك اللي فهمته انا انت في الطبيعه سعيده. الحمد لله في الطبيعه سعيده الحمد لله يا رب. حسيلو في ختام جولتنا ربي يكثر منك الناس. يعيشك. وفما برشا حاجات ياسر ممتازين اكيد اللي يتفرجوا فينا تو يتصلوا بيك ويجوا يعاينوا على المكان. مرحبا بك. واكيد باش يشوفوا حاجه مزيانه برشا. سيرتو انا مندهش ومنبهر بوجتات الحقيقه، اول مره نزورها. اللهم صل على النبي، ملا تونس ومحلاها قداش فيها ترك. تونس العزيزه فيها وشتاتها، تجيوها بقدره ربي ما تندموش انكم جيتوا. اكيد اكيد باش تجيوا لوجتاتها وتتعداوا على وجتاتها وتزوروها بقدره ربي. تونس المزيانه.